من بين اللاعبين البارزين في عالم كرة القدم الذين يتمتعون بشهرة عالمية، هناك 3 أسماء تبرز دائما في قلوب مشجعي ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، كامافينغا، وماركو أسينسيو. وفي خطوة غير متوقعة شوهد هؤلاء النجوم ال3 وهم يستمتعون بإجازتهم في المغرب، حيث ارتدوا القميص الوطني للمغرب وتجولوا في شوارعها الجميلة. لم يكن الخبر مجرد فرصة لالتقاط صور سيلفي أو مشاهدتهم في الأماكن السياحية الشهيرة، بل أثار هذا الظهور الفريد اهتمام الجميع حول الأسباب التي دفعت هؤلاء اللاعبين الشهيرين لاختيار المغرب كوجهة لقضاء إجازتهم. من الطبيعي أن يثير اختيار اللاعبين المغرب لقضاء إجازتهم العديد من التساؤلات، فلماذا لا يختارون الوجهات السياحية الأكثر شهرة مثل جزر المالديف أو إيطاليا؟ ولماذا المغرب تحديداً؟ بالنظر إلى جاذبية المغرب كوجهة سياحية، فإنه يتمتع بمزيج فريد من الجمال الطبيعي والثقافة الغنية والتنوع الاجتماعي. تتنوع المناظر الطبيعية في المغرب بين الشواطئ الرملية الذهبية والجبال الضخمة والأسواق التقليدية النابضة بالحياة، هذا بالإضافة إلى التاريخ العريق والتراث الثقافي المتنوع الذي يجعله وجهة مغرية للسياح من جميع أنحاء العالم. ولكن ربما السبب الأكبر وراء اختيار هؤلاء اللاعبين المغرب هو الجو الودي والاستقبال الحار الذي وجدوه في هذا البلد. فإذا كان هناك شيء يشعر الشخص بالراحة والاسترخاء وهو بعيداً عن عالم كرة القدم، فإنه الشعور بالترحيب والضيافة الذي يقدمه المغربيون بكل فخر وسرور. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمغرب أيضاً أهمية خاصة لهؤلاء اللاعبين الذين يشعرون بالتقدير والحب من قبل جماهير كرة القدم هناك. فعندما يغادر اللاعبون بيئة الملعب ويتجهون إلى الشواطئ الرملية الذهبية أو الأسواق الضيقة المليئة بالألوان والروائح، يمكن لهم الاستمتاع بالحياة بطريقة لم يفعلوها من قبل. في النهاية، يبدو أن اختيار فينيسيوس وكامافينغا وأسينسيو لقضاء إجازتهم في المغرب لم يكن مجرد قرار عشوائي، بل كان خياراً مدروساً يجمع بين جمال الطبيعة ودفء الضيافة. وربما كانت هذه التجربة الفريدة ستعزز علاقتهم بالبلاد وجماهيرها بشكل أكبر مما توقعوه. سبحان الله، إلفو كتنزل الطيارة ديالي في المغرب القلب ديالي كيتفاجئ وكنفرح بزاف. وانتم شفتوا كلشي على عينيكم، شفتوا في مراكش عايش الحياة الطبيعة، السعادة، كيلعب مع وليدات صغيورين والضحكة حتى لهنايا. عارف كسكسو مغربي، جلابة مغربية، القفطان مغربي، اللحم بالبرقوق مغربي. والله لا دوختيه. واحد الصحفي سولو قال ليه واش هذه هي الزيارة الثانية ولا الثالثة ليك للمغرب؟ قال ليه إلا جاوبتك الرئيس ديال مدريد غادي يتقلق. قال ليه غير جاوب، المغاربة كيموتوا عليك. قال لي وقيلا شي 500. صدق السيد ساكن في المغرب اكثر منك. كتبقى فيا غير الجزائر مسكين، اقسم بالله ما عمر نزل عندهم لا كريستيانو ولا ميسي. ولكن فين غيجيو؟ يجي هاد كريستيانو هذا وينعسو في الصباح ينوض يخدم واحد 3000 اللي زابطو، يبغي صالات فروي ما يلقاهاش، يمشي يتحرق ولا يطيح فشي كريز. بغيتي يسدو ديك الجزائر. وكينوض واحد راسو مربع كيقول لك علاش كتقولوا عشا الملك. والله ينصر سيدنا، على ود هادشي راه عطينا قيمه، عطينا عز لبلادنا، عطينا صوره كبيره. العالم كيموت علينا والعالم كيبغي يجي لعندنا، ولكن بلاد الخير اللي جا كيعيش الحياه ديال بصح وكيتفاجا ديال بصح. تحيه للمغاربه كاملين فين ما كانوا. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. في لحظة فريدة من نوعها قرر فينيسيوس أن يتجاوز حدود اللعبة ويقدم احترامه وتقديره للمغرب بشكل أكبر. في صورة تاريخية ظهر فينيسيوس يرتدي قميص المنتخب المغربي في الصحراء، مما أضفى على هذه الزيارة بعداً أعمق. هذا التصرف يحمل رمزية خاصة، حيث يعبر عن التفاعل الإيجابي والاحترام العميق الذي يحمله فينيسيوس للمغرب وشعبه.
يشكل ارتداء القميص الوطني للمنتخب المغربي بالنسبة له بيانا قويا يفتح أبواب التواصل الثقافي والرياضي بين الثقافات المختلفة. هذا الفعل ليس مجرد ارتباط رمزي، بل يشير إلى التزام فينيسيوس بتعزيز قيم التواصل الثقافي والتضامن. يظهر أنه يدرك أهمية دوره كرياضي عالمي في بناء جسور التفاهم بين المجتمعات وتعزيز روح الوحدة. بهذه الطريقة يبني فينيسيوس جسورا غير مألوفة، ويخطو خطوة إيجابية نحو تعزيز التفاهم الثقافي وتقدير الاختلاف. يكمل النجم البرازيلي لحظات فرح وتأمل، ويشكل مثالا للرياضي الذي يفهم دوره الكبير في تحقيق التواصل الحقيقي وتعزيز قيم السلام والتسامح عبر الحدود. فينيسيوس الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي لم يكتفي بتسجيل الأهداف وصناعة الفرح في الملاعب فقط، بل تجاوز حدود الشهرة الرياضية ليكون رسولا للسلام والتواصل بين الثقافات. زيارته للمغرب كانت عبارة عن بيان حي للتضامن والتلاحم، حيث شارك في مباراة لكرة القدم مع التلاميذ، ما جعل هذه الزيارة تتخطى حدود الرياضية لتصبح تجربة تربوية وثقافية قيمة. تصوير النجم العالمي وهو يلعب مع الأطفال المغاربة يعكس جوانب جديدة من شخصيته، فهو لم يكتف بالتواجد كنجم كرة القدم، بل أظهر تواضعه وقربه من الناس العاديين. هذه اللحظات تذكير بأن الرياضيين ليسوا مجرد أيقونات رياضية، بل هم أيضا نماذج قدوة للتواضع والتفاعل الإيجابي مع المجتمعات التي يزورونها. إن زيارة فينيسيوس إلى المغرب ولعبه مع التلاميذ تحمل رسالة قوية للعالم بأسره، تعكس أهمية بناء جسور الفهم والتعاون بين مختلف الثقافات والشعوب. إنها تذكير بأن الرياضة ليست مجرد مجال للمنافسة والفوز، بل هي أيضا وسيلة للتواصل والتلاحم الإنساني. في النهاية يظل العلم المغربي يرفرف في سماء كوت ديفوار، ليذكر العالم بأن قوة الإرادة والتضامن يمكن أن تحقق أعجوبات، وأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي رسالة سامية تحمل قيم الأخوة والتضامن بين شعوب العالم. وفي هذا السياق كانت كرة القدم لغة الوحدة والتضامن، حيث تجاوزت الفرق الوطنية حدود الدول والجغرافيا لتصبح رمزا للتلاحم والتكاتف بين شعوب القارة الإفريقية. فما كان منتخب كوت ديفوار إلا أن يشيد بمساهمة المنتخب المغربي الذي أثبت بجدارة أن التعاون والتضامن هما مفتاح النجاح. وكانت الردود الفعلية المثيرة لاستحقاق المغرب لهذا اللقب الكبير، حيث انتشرت التعليقات والتهاني على نطاق واسع في كل أنحاء القارة، مؤكدة على الروح الرياضية العالية والتضامن الإفريقي القائم. باختصار، تجسدت رحلة فينيسيوس وكامافينجا وأسينسيو إلى المغرب كقصة عن التنوع والتجربة الثقافية والتواصل الإنساني. بعيداً عن أضواء الملاعب وضغوط الأداء، وجدوا في هذه الوجهة الساحرة فرصة للاسترخاء والتجديد. ومن خلال تفاعلهم مع البيئة والثقافة المغربية، قد ترسخت روابطهم بالبلد وبجمهورهم بشكل أعمق. رحلاتهم إلى المغرب تذكرنا بأن اللاعبين الكبار في عالم كرة القدم هم أيضا أشخاص يبحثون عن الأماكن الجميلة والتجارب الجديدة خارج الميدان، وهذا يعزز صورتهم كنماذج إيجابية للشباب والمعجبين. في النهاية، فإن القرار الذي اتخذوه لقضاء إجازتهم في المغرب ليس فقط يعكس ذوقهم الرفيع، بل يبرز أيضاً جمال وجاذبية هذه الوجهة الرائعة التي تستحق الاكتشاف والاستمتاع بها.